لو مهتم بأخبار تطبيقات، وظيفة كل تطبيق، مزايا وعيوب، اشترك في قناتي وانا هقولك التطبيق ده تحمله ولا ما تحملوش. التطبيق ده بيعمل ايه؟ تطبيق هو دردشة فيديو مباشر. تطبيق هو بيستخدم حاليا في مصر وفي دول تانية ان هو بيجمع الشواذ على بعضهم. يعني لو انت شاذ، لو انت شاذة، فانت بتخش على التطبيق، بتجمعوا مع بعض، بتعملوا لقاء مع بعض عشان تقابلوا بعض، عشان تناموا مع بعض. طبعا التطبيق اتعرف بعد ما كترت البلاغات على التطبيق ان في ناس بتبقى يعني مبلغة الشرطة، او الشرطة عندنا الحمد لله بتاخد بالها ان في بتراقب تطبيقات زي كده، ان هم شغالين الرجالة مع بعض والحريم مع بعض. فالناس في التطبيق متراقبة عشان لو في اي حاجة زي كده بيتقبض عليهم متلبسين باللي بيعملوه. فعشان في ناس اختفت او اتاخدت من مكان اللقاء اللي هم كانوا رايحين يقابلوا فيه، فعشان التطبيق متراقب. تطبيق هو تطبيق للشواذ، ولو ما كانش للشواذ فهو التطبيق للدعارة المقننة. ان انت بتفتحي لايف، بتاخدي ماسات، بتاخدي وردات، والوردات ديت بفلوس على التطبيق. التطبيق بيبيعها للزبون اللي عايز يضيع وقته مع واحدة بنت. فطبعا الصور اللي انتوا شايفينها دي كلها صور بتبقى بنات اتاخدت عن طريق موبايلاتهم، عن طريق ان هم اشتركوا مثلا عايزين تطبيق قرض من القروض، فبياخدوا قرض من القروض، فبيديهم صلاحية الدخول على كل الصور والفيديوهات، بيسحبوا كل الداتا من تليفوناتهم وتيجي تتحط على تطبيقات زي كده. لو ما كنتش عارف التطبيق، يا رب ما تعرفوش، شير ولايك وسبسكرايب، حذر غيرك من تطبيق هو.